اوعى يبقى هدفك الوقت انك ما تشيلش مادتين، اوعى يبقى هدفك الوقت انك تجيبي مقبول ولا جيد. نشن على اعلى طموح. طب افرض ما جبتوش، ومين قالك انك انت لازم تجيبه؟ انا عايزك تتغير، انا عايزك تنجح طول عمرك، حتى لو المره دي بقت هي السلمه اللي انت تطلع عليها. ضحي بالحاجات الهبله اللي الناس بتستمتع بيها اليومين دول، ضحي بخروجه مع اصحابك ملهاش معنى، ضحي بقعده بالليل، ضحي بالفرجه على السوشيال ميديا اللي ملهاش لازمه، اللي بتسحب من وقتك ومن يومك كتير. اقول لك على حاجه يا ابني، كل الناس اللي قاعده هنا انت مش محتاج اي حاجه في حياتك غير انك تشتغل، بس تشتغل. ضحي بحاجات في اوقات انت محتاج تشتغل فيها، كل حاجه جاي اللي احسن منها قدام. اللي هتضحي بيه النهارده هيترد لك عشرات الاضعاف قدام. توكل على الله ولا تهتم، اعتمد على الله، ثق بالله سبحانه وتعالى. لابد ان تكون عندنا ثقه بالله تبارك وتعالى، والا كيف نكون مؤمنين؟ هذا هو الايمان بالقضاء والقدر، ان نؤمن بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، وانه يعني لا يتغير شيء. والله الذي لا اله الا لن تزيد فلسا ولن تنقص فلسا من رزقك. هتنجح والله، هتنجح وهتجيب مجموع يرضيك، علشان الحاجه اللي انت خايف منها مش هيجي احسن منها، فاطمن وما تقلقش. تحمل هم دراستك وخيبتك من امتحانك، ضغط حياتك، حتى شعورك المدفون في أعماقك. هون على قلبك، هون عليه، فأنت بعين ربك. لن يضيع الله أجر مقاومتك وجهدك وصبرك. حاول ولا تستسلم لإحباطك. أقول لك، تعثرك في امتحان أو مرحلة في حياتك ليس معناها نهايتك، بل افخر بصمودك ولا تقلل من قدراتك، فأنت عظيم. لا تغفل عن مميزاتك. يا ابني، إن الله يساعد الذين يساعدون أنفسهم. ما هو أنت مش فاهم، هو أنت فكرك إن أنت لو كنت اشتغلت من غير ما ربنا يعينك ويساعدك ويمدك ويمهد لك الطريق ويديك الأسباب ويزيل المعوقات كنت وصلت لحاجة؟ انت مجهودك ده عربون صدق قدمته بين يدي الله، انما اللي نجحك هو ربنا. لازم من دلوقتي وانت بتزق نفسك عشان تبدأ تبقى عارف ان جزء من نجاحك هو الفشل، فلازم تبقى متقبله. فاكرين بلوكينج لما قلت لك ان خوفك من انك تعمل حاجه غلط ممكن يحجب عنك فكره تساعدك انك تبقى احسن او تتطور؟ نفس الفكره، خوفك من انك تبقى فاشل هيمنعك من انك تجرب اصلا فتنجح. يعني انت ممكن تجرب، انت خايف انك تفشل، لو جربت كان ممكن تنجح. فخوفك من الفشل الزياده وعدم تقبلك ان الفشل ده لازم يبقى جزء من المنظومه بتاعت اي انسان ناجح هيمنعك من انك تجرب، فهتفضل فاشل برضه. يعني هو ملهاش مفر. لو خايف انك تفشل في الحاجه دي وما جربتش، هتفشل في ان انت ما عملتش حاجه اصلا، ففي الحالتين انت فاشل. ففاشل ومجرب مع احتماليه ان هو ينجح احسن من فاشل ما عندوش اي احتماليه ان هو يتقدم او يتحرك.